أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمو. النهاردة هنعمل الكشري المصري، وده بناء على طلب أخت فاضل. أول حاجة بنعملها بنقطع بصل كتير عشان التقلية، بنحط عليه شوية دقيق وبنخلطه شوية عشان يخليه يبقى مقرمش، يبقى عامل زي الشيبسي. بنقطع شوية توم، التوم بناخد شوية منه نقطعه شرايح وشوية بنفرم. جزء من الثوم المفروم بنحط عليه طماطم مقطعة صغير عشان نعمل الشطة، وبناخد منها جزء للحمص. بنخلطه كويس قوي القوطة مع الثوم. بنجيب فلفلاية حامية كبيرة، ودي بنستخدمها في حاجتين. بناخد جزء منها بنستعمله عشان نعمل الصلصة بتاعة الكشري، ودي هنعملها بقوطة طبيعي، وجزء تاني هنقطعه صغير جدا وهنستعمله مع القوطة اللي احنا بنتبلها مع الثوم وبنسيبها 10 دقايق عشان تتشرب بريحة الثوم والفلفل. بعد كده بنقطع حوالي 6 طماطمات يعني متوسطين، وبنحطهم في حلة مع الفلفل، وبنحط معاهم الثوم المقطع شرايح، وبنحط مية بحيث ما تغطيهاش، وبنحطها على النار حوالي 20 دقيقة عشان تستوي. في كسرونة صغيرة بنحط الطماطم المقطعة المخلوطة بالثوم، ومعاها نص معلقة ملح ومعلقتين كبد شطة. بنسيبها على النار حوالي 5 دقايق. في حاجة تانية بنحط نص كوباية عدس وعليه كوبايتين مية، وبنسويه لمدة تلت ساعة. عشان الرز بنحتاج نص كوباية شعرية، وبنحط عليها معلقتين زيت، وبنقلبها كويس لحد لونها ما يحمر. بعد كده بنحط لها كوباية رز ومعلقة صغيرة مليانة من الملح. بنقلب كل حاجة مع بعض كويس لحد ما الرز يبقى شفاف. بعد كده بنحط كوباية وربع مية وبنقلبها، وبعدين بنسيبها لحد ما تتشرب. لما الطماطم بتستوي بنضربها كويس بالهاند ميكسر، وبعدين بنرجعها تاني على النار عشان تتسبك، وبنوطي عليها النار وبنحط لها شوية ملح وكمون. الرز لما بيتشرب بتظهر بابلز كده، بنقلبه وبعدين بنغطيه وبنوطي النار على الآخر عشان يستوي. الحمص حطينا عليه جزء من الطماطم المقطعة والثوم وسايبينه بيستوي على جنب. في الوقت ده بنعمل التقلية. هو الكشري حاجات كتيرة قوي، بس لو نظمته الشغل هيبقى مريح جدا وهيتعمل بسهولة. البصل اهو خلاص حمرناه واخد اللون الذهبي الجميل وبيبقى مقرمش جدا. بنصفي بقى العدس عشان المية بتاعت العدس هنعمل بيها الدقة دي حاجة مخصوص بنستعملها مع الكشري، هي بتديله طعم جميل. بنحط على مية العدس معلقة شطة ومعلقة خل ومعلقة عصير ليمون ونص كوباية مية، او بتخففوه زي ما انتوا عايزين، وطبعا بنحط كمون، وبنركنها على جنب تتبل. بنسلق المكرونة. بعد ما بنسلق المكرونة بنصفيها، وبعدين بنحط معلقة زيت في الحلة السخنة وبنرجع فيها المكرونة تاني. بنحط لها ربع معلقة ملح صغيرة، بنقلبها، وبعدين بعد دقيقة بنطفي عليها في قالب بريوش او تغرفوه بالطريقة اللي تريحكم. انا بعمله من تحت لفوق. بحط الاول الحمص وبعدين العدس وبعدين البصل التقلية،
وبحط بعد كده الرز. وبحاول وانا بحطه يعني اكبسه شوية عشان اما اقلب القالب يفضل متماسك. وبعدين بحط المكرونة. المكرونة دي خليط بين المكرونة الاسباجيتي والمكرونة الصغيرة اللي هي المرمرية. بعد ما كبسناه كويس نقلبه في طبق وبيبقى شكله جميل جدا. نحط على وشه شوية تقلية كمان، وبعدين نحط صلصة الطماطم اللي اتسبكت كويس. صلصة الطماطم ما حطيتش عليها زيت او سمنة. وبنحط بعد كده شوية تقلية تاني على الوش وممكن شوية حمص، وتاكلوه بالهنا والشفا. جربوا الطريقة بتاعتي وهتعجبكم ان شاء الله. الدقة بنقدمها مع الكشري، وممكن نحط الشطة ونحط شوية صلصة زيادة عشان لو حد عايز يزود. لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، واشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل جديد كل يوم. واشوفكم بكرة في وصفة جديدة. باي.